أولا أنا تقريبا مقتنع، كل شخص له رأي يقنعني أحيانا، وأن لم يقنعني فرأيي دائما أقوله بصراحة. الآراء كلها اتفقت على أن التعاون قادر على أن ينهي أزمته ويتخلص من هذه الأزمة وهذه الإشكالية إن شاء الله. إذا نجح هذا الفريق الذي يدير العمل في خط في عمله المستقبلي اللي في المباراتين الثانيتين القادمتين. المطلوب الآن من التعاونين أولا التركيز على الأسبوعين المتبقيين من أجل أن يكون العمل تأسيسا للمستقبل. أنا قلت في بداية الحلقة أنني مؤمن إيمان كامل أن التعاون قادر، أو فريق التعاون قادر على أن يبقى في دوري زين، نظرا لما أقرأه أولا من قدرة الفريق أن يحدد مساره بنفسه. ثانيا أني أعرف ما يقدمه رجال التعاون وخصوصا المجلس التنفيذي لناديهم، وهذا شيء يقدر ويحترم حتى وإن اختلفنا معه. خالد؟ والله المفترض هم اللي يعملون عليه الآن أعضاء المجلس التنفيذي، أنه التركيز على دعم الفريق ماديا ومعنويا من أجل تخطي هذه الأزمة. لكن أنا ودي أوجه رسالة للمجلس التنفيذي تحديدا. موسم الصعود اللي كان عام 2009 أعتقد أنه موسم استثنائي للتعاون، كان فيها عمل كبير وتكاتف من الجميع، إدارة، أعضاء شرف، جماهير، يعني كان الجميع لا يرى غير الصعود. تحقق ما عمل له الجميع. بعد ذاك الموسم أعتقد أن السياسة في المجلس التنفيذي تغيرت. لم يعد المجلس التنفيذي كما كان عام 2009، مع أنه زاد فيه. لما كان 2009 لم يكن رئيس اللجنة الحالي سليمان عمري موجود، اللي هو الآن أحد أكبر الداعمين خلال الموسمين. أعتقد أنه أتمنى من أعضاء المجلس التنفيذي أنهم يراجعون حساباتهم، يشوفون العمل اللي كانوا يقومون فيه على 2009 لتطبيقه إن شاء الله موسم قادم. أتمنى أن الرسالة تكون وصلت طبعا أعضاء المجلس التنفيذي. اسمحوا لي أن ننتقل للفقرة التالية، فقرة